السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم يا جماعة في تاني حلقة لينا في تاريخ نادي الزمالك. نادي الزمالك أسس 5 يناير 1911 بتاريخ مشرف، بتاريخ فيه إعجاز وليست إنجاز إن أنت تدي المنظومة دي كلها وتاخد كل الألقاب دي. نادي الزمالك احنا قلنا الحلقة اللي فاتت إن مؤسسه ومالك ليه هو المحامي قدير جورج مرزباغ. مرزباغ ده كان مالك ليه بحق انتفاع من اول حته الارض اللي سميناها بقصر النيل. نادي الزمالك لقب باربع القاب. نادي قصر النيل اللي اتعملت عليه اول حاجه حق انتفاع وتاسيس لجورج مرزباغ. بعديها انتقل لدار القضاء العالي في 12/9/1913. بعديها انتقل في 1924 على ضفاف النيل مطرح مسرح البالون، وختم ب100 عقبة بسمية بنادي الزمالك بعد تسميته كأكبر حي وأنظف حي وهو حي نادي الزمالك، بسبب توصية من جمال عبد الناصر وعبد الحكيم عامر. ده كان في الحلقة اللي فاتت. احنا قلنا الحلقة اللي فاتت ان احنا هنقول الحلقة التانية اول بطولة، ان احنا قلنا طبعا اول مجلس ادارة، اسامي اول مجلس ادارة واسامي اول فريق. وقلنا ان الحلقة دي هنقول فيها البطولات لحد ما هنوصل لسبب تسمية الزمالك مدرسة الفن والهندسة، او زمالك يا مدرسة لعبوا فن وهندسة. ده كان اللقب اللي الجماهير قالته. اول بطولة الزمالك خدها زي ما احنا قلنا قبل كده كانت بطولة ودية، عبارة عن بتلعب مع أندية يونانية وإنجليزية. أنت المصري الوحيد اللي بتلعب معاهم، لأن كان في أندية اتأسست قبل الزمالك وهي ترام 1899 والأولمبي 1903 والسكة 1905، وكان معاهم الزمالك. ما كانش لسه ظهر أول فريق كورة نادي الزمالك الأهلي أو إنشاء لنادي الأهلي إلا في وجود حسين حجازي أبو الكرة المصرية لما تقابل مع أحمد عبود باشا عشان يعملوا نادي الأهلي ويسموه نادي الأهالي. ودي قصة تانية هنعملها في تاريخ نادي الأهلي إن شاء الله. واي حد يشكك في كلامنا يتجه الى جوجل او يتجه للوثائق الرسميه، وسيبكم من شغل محضر اعمال ومحضر مش اعمال، الكلام اللي احنا بنشوفه دايما كده او تتويه من الاعلام. نبتدي. احنا قلنا اول بطوله وديه خدناها من نادي شورتجرز الانجليزي 1913، كانت اول بطوله وديه. في قدرنا نلاعب أندية أجنبية ويونانية واسكتلندية على مر 4 سنين، ما قدرناش ناخد منهم أي بطولة أو أي فوز لحد ما عملنا بطولة رسمية في وجود 3 أندية مصرية. شجعنا 3 أندية مصرية إن هم ينضموا لهذه البطولة اللي لسه قايلين أسمائهم: الترام والسكة والأولمبي، مع نادي الزمالك أمام أندية إنجلترا. فقدر الزمالك إن يفوز في المباراة النهائية على نادي كبد لواندي سنة 1917 في أول بطولة كأس السلطانية نسبة إلى كأس السلطان حسين كامل. وعلى فكرة السلطان حسين كامل قدر يتكرم باسمه من 1913 ساعة ما تعين كسلطان للبلاد لحد 1923 علشان تنتهي ساعتها بمباريات كأس السلطانية أو ما يسمى بكأس الملك حسين اللي ابتدى يتسمى كأس مصر. فنادي الزمالك خد أول بطولة رسمية ليه سنة 1917، وللأسف ما كانش معانا حسين حجازي، لأن حسين حجازي من 1913 لما فزنا على نادي تشوكاز الإنجليزي خرجت الجماهير تقول على الزمالك نادي الوطنية والكرامة، وحسين حجازي خاين وعميل. كان دايما أي حد بيفوز بيقول عليه نجم، بيقول عليه بطل، فسمينا بنادي الوطنيه والكرامه. وحسين حجازي عشان كان بيلعب مع انجلترا هجموه للجماهير، وده طبعا اخفاقا لحق حسين حجازي اللاعب المحترم الكبير ملقب بابو الكره المصريه وصاحب دخول الكره المصريه، دخول كره القدم في مصر، انه يتهان من الجماهير فاتجه الى احمد عبود باشا لانشاء نادي الاهالي او نادي الاهلي. فضل حسين حجازي مع نادي الاهلي لحد 1918، ما خدش ولا بطوله، ما اشتركش في اي مباريات، حتى الفرقه بتاعته ما قدرتش تكسب اي مباراه من ساعه ما كونها 1913 لحد 1918. ده اللي خلاه اتجه انه يرجع تاني لنادي المختلط اللي سمي بنادي المختلط سنه 1917 بسبب ان قدر المحامي جورج مزباغ
بالمحامي الاول للمحاكم المختلطه، فسمي نادي الزمالك بنادي المختلط. قدر حسين حجازي يفضل مع نادي الزمالك لحد 1923. خد مع نادي الزمالك بطولتين. اول بطوله وهي كاس السلطانيه اللي هي ركبت بكاس مصر نسبه الى بناء بنك مصر المحلي طلعت حرب، وبس ابتدت البطوله باسم كاس السلطان حسين. فقدر الزمالك ان يهزم نادي تشوجاز الانجليزي، ودي صوره لاول فريق كوره لنادي الزمالك. قدر ان يهزم نادي تشوجاز الانجليزي سنه 1921، اول بطوله كاس مصر. وعلى فكره كاس مصر هو النادي الوحيد اللي متوثق في الكوميديا وجوجل بملعب تاريخ المباراة من 32 لحد النهائي، مكتوب فيه الفرق اللي اتقابلت، الاجوان اتسجلت في استدياء كام، الحكم اللي ادار المباراة، عشان ما يجيش واحد اهلاوي يقول لي طب انت شفت ماتش 44؟ طب احنا ما لعبناش الا المباراة النهائية، احنا كنا منسحبين، احنا كنا مشطوبين. الاهلي لعب كاس مصر 1944 من بداية 32 لحد المباراة النهائية، لأن هو لما سافر إسرائيل سافر 43 في شهر 8 43، ورجع شهر 1 سنة 1944. وبطولة كأس مصر اتعملت من شهر مارس حتى شهر مايو، وده هنوريه لكم بردك بالوثائق والأدلة. فقدر الزمالك إن ياخد كأس السلطان حسين مع حسين حجازي، وأول بطولة منطقة القاهرة تمت سنة 1922 بردك لقب لنادي الزمالك إنه يقدر ياخدها. وسنة 23 كان في مباراة، طبعا احنا في منطقة كأس السلطان حسين وكأس المنطقة القاهرة ما تقابلناش مع الأهلي إلا مرتين، 3 مرات، مرة في منطقة القاهرة وقدرنا إن احنا نهزمه 1-0، ومرتين في كأس السلطان حسين تقابلنا في دور قبل النهائي، وقدرنا ان احنا نتعادل مع الاهلي في المباراه الاولانيه، والمباراه الثانيه كسبنا 2-0. احرز الاهداف صادق فهمي، احفظوا الاسم ده كويس، صادق فهمي، اول لاعب في مباريات الديربي الفرقتين اهلي والزمالك يحرز هاتريك. المباراه دي كان بسبب مرور 10 سنين، مرور 12 سنة على تأسيس نادي الزمالك. في 5 يناير 1923 قابل الأهلي والزمالك في مباراة ودية انتهت بفوز الزمالك 5-0. أحرز الأهداف علي رياض أول هدف، حسين حجازي تاني هدف، والهدف الثالث للخامس أحرزه حسين صادق فهمي. 3 تجوان هاتريك، كأول هاتريك في تاريخ ديربي الفرقتين. ودي بعديها اتعملت بطولة الملك فؤاد سنة 1900، كأس الملك فؤاد سنة 1925. وفي 23 أرغم الملك فؤاد، وخلي بالكم الملك فؤاد ده لأن دي كانت عهده، كان عهد استقرار النادي الأهلي، لأنه كان بيعشق النادي الأهلي. لو حد من أهل بيته غلط فيه ما يتكلمش، لكن اللي يغلط في النادي الأهلي يحبسه ويقتله، وممكن يغلط فيه يعمل فيه البدع، المهم إن الأهلي لا يتهان. فكان بيعشر الاهلي بجنون وبيحاول يصفي نادي الزمالك على قد ما يقدر، وقدر بالفعل ان في 25 اول ما نكسب اول بطوله باسمه انه يمحو نادي الزمالك من على خريطه كره القدم لمده 5 سنوات. وهحكي لكم بردك، احنا لسه مع بعض في الحلقه هقول لكم عمل ايه. المهم ان احنا سنه 23 خدنا كاس سلطان حسين زي ما احنا لسه قلنا، خدناه 21 اول كاس مصر، وخدنا منطقه القاهره 22، وخدنا كاس السلطانيه بردك 23. قدر نادي الزمالك انه ينتقل في 1924 من دار القضاء العالي الى ضفاف النيل مره اخرى في مسرح البالون. وساعتها في 25 قدرنا نكسب اول بطوله بدون حسين حجازي، كاس الملك فؤاد. ساعتها قابلنا 4 فرق. كانت البطولة دي عبارة عن الأندية المصرية، وهو النادي المصري والاتحاد والسكة والترام والأولمبي والأهلي، مع أندية أسلحة الحلفاء والأندية الإنجليزية اللي هم هاردرز وعجائب الدنيا والحصان هوست والمدفعية غفر السواحل. ال4 أندية الإنجليزية دول مع الأندية المصرية عشان يعملوا كاس الملك فؤاد.
وقدر الزمالك ان يكسب الاربع انديه الانجليزيه اللي في طريقه، يعني الانديه المصريه كانوا بتصفي مع بعضها، وحطوا الزمالك مع الاربع فرق الاجنبيه دول، هاردرز وخفر السواحل وعجائب الدنيا وهوست اللي هو الحصان من الدوري الانجليزي. الاربع فرق الانجليزيه دي قدر الزمالك ان يغلب الحصان ده الهوست ده الانجليزي 6-0، وقدر يغلب غفر السواحل 2-1، وقدر يغلب عجائب الدنيا 1-0، وقدر يغلب الفرقه الاخيره لنادي الزمالك مع الفرقه الانجليزيه 1-0 ايضا، وهي عجائب الدنيا. وقدر الزمالك في المباراه النهائيه ان يغلب نادي المصري في المباراه النهائيه 5-0، ولكن لم يذكر مين اللي احرز الاهداف في اول بطوله للملك فؤاد، او اول بطوله منطقه القاهره الملقبه بالملك فؤاد، لم يذكر مين اللي احرز الخمس اهداف. ولكن التاريخ بيقول ان احنا اول بطوله خدناها على حساب النادي المصري في 1925. بعد البطوله دي كل فريق الزمالك اتسرح بفعل فاعل. احنا قلنا ان حسين حجازي ارغم ان يروح نادي الاهلي سنه 1923، فضل مع النادي الاهلي لحد 1928. في اللحظه دي النادي الاهلي خد اول كاس مصر، اول بطوله ليه وهي كاس مصر 1923. النادي الاهلي اول بطوله ليه على حسب تاسيسهم 1907 ل 23 قعد 16 سنه عشان ياخد بطوله، ده على حسب كلامهم. ولكن الكلام الصحيح انه اول فريق كوره شكل واول بطوله نادي اتكون عن طريق احمد عبود باشا وحسين حجازي 1913، وده هنتكلمه في تاريخ نادي الاهلي. المهم ان احنا ابتدى تاريخ نادي الزمالك اتوقف على كده بالبطولات اللي انا قلت لكم عليها، لحد ما جه الملك فؤاد ادى كل البطولات سواء منطقه القاهره او كاس مصر للنادي الاهلي، لحد ما تحصل مفاجاه وظهور مارد جديد اسمه نادي الترسانه، اللي كان بيواجه النادي الاهلي دايما هو يكسب مباراه، الاهلي يكسب مباراه، لحد المباراه النهائيه لكاس مصر في حضور الملك فؤاد سنه 1928 اللي تنتهي بفوز الترسانه على النادي الاهلي 1-0، وخروج لعيبه الاهلي كالعاده مقموصين ولم يستلموا ميداليه المركز الثاني، فيصدر حيدر باشا قرار بعقاب نادي الاهلي لعدم احترام قواعد المسابقه، والملك فؤاد اللي كان في المقصوره ساعتها، لان نادي الترسانه طلع استلم الكاس والميداليات والاهلي لم يستلم الميداليات المركز الثاني. فقالوا ازاي هنقدر نعاقب النادي الاهلي في حضور الملك فؤاد؟ الملك فؤاد اللي هيصدر قرار هيجازيه، واللي هيتعاقب نادي الاهلي هيجازيه. طب نعمل ايه؟ قال لك اخترعوا، شوفوا اي واحد من لعيبه الاهلي نقول ان هو اللي خلى لعيبه الاهلي تتنمرض ان تطلع تستلم الميداليات ويتوقف سنتين. تخيلوا يختاروا مين؟ ابو الكره المصريه اللاعب الفائز القدير حسين حجازي، اللي هم ارغموه انه يرجع تاني النادي الاهلي اللي هو كونه سنه 23 واستمروا معاهم 5 سنين، يجيب لهم خلالها 7 بطولات، ان هو اللي يقول ان خلى لعيبه الاهلي تتنمرض وما تطلع تستلم الميداليات، ليصدر القرار بايقافه 2 سنين. في اللحظه دي انقطعت علاقه حسين حجازي ابو الكره المصريه لنادي الاهلي، وانضم الى نادي الزمالك اللي ما فيش ولا لعيب فيه، ما كانش فيه اي لعيبه بسبب تصريحهم سنه 25. فقدر ان يذهب للمدارس، مدارس الخديويه والسعديه، يدور على ايه لعيبه لنادي الزمالك. منهم اكبرهم سنا محمد لطيف، واصغرهم سنا امير شعيري 12 مع شريف الفار، احمد الفار، زقلط سحتمي، محمد حسن حلمي، سيد رستم. الناس دي كلها ابتدى مع حسين حجازي يكون فريق سنة 30 سنة 28، انه يكون فريق من مدارس السعدية والخدوية، وقدر الزمالك ان ياخد بطولتين متتاليين 28 و29 متتاليين ورا بعض من منطقة القاهرة بلعيبة الزمالك المدارس، اللي هم كلهم كانوا في حاجة اسمها التوجيهية. زمان كان في حاجة اسمها ابتدائية، توجيهية على طول،
الثانويه العامه دي كانت لسه مبتدعه، الاعداديه لسه مبتدعينها، لكن زمان كانت عباره عن ابتدائيه وتوجيهيه قبل ما يخش ايه الكليه. فكان لعيبه الزمالك اكبرهم سنا محمد لطيف 14 سنه، واصغرهم سنا امير شعيب 12 سنه. قدر محمد لطيف ورفاقه ياخدوا بطولتين ورا بعض 28 و29 الى ان يقابلوا نادي الاهلي سنة 31 في نهائي منطقة القاهرة بلعيبة المدارس مع عتاولة نادي الأهلي اللي كان ليهم صيد بسبب الملك فؤاد، يغلبوا نادي الأهلي 1-0 بجون محمد لطيف، ويخرجوا الناس تقولوا الزمالك ده مدرسة لعب وفن وهندسة، نسبة اللي ان كل لعيبة نادي الزمالك من المدارس زي ما احنا لسه ذاكرين. على فكرة الجيل ده هو اللي غلب الزمالك، هو اللي غلب الاهلي 6-0 مرتين، 42 2 يناير 42 و25/5/1944 في كاس مصر. قدر يغلبوا الاهلي 6-0 مرتين. قدر الزمالك ان بعد ما خد بطولة منطقة القاهرة ان يرجع تاني مارد كبير وياخد بطولة 32 33 من الاولمبي اللي كان ساعتها اظهر قوته وقدر يخش في الساحة، خد منه كاس مصر. على الرغم ان في 32 33 خدوا الاولمبي من نادي الزمالك، و 33 34 خدوا بردك الاولمبي من نادي الاهلي، فكان فريق متكامل، كان فيه لعيبه محترمين وكان فيه فرقه على اجمل وجه. قدر نادي الزمالك بعد البطولات دي ان يحصد بطولتين تاني لكاس مصر، وهي بطوله 38 حتى وصلنا لسنه 40. سنة 40 الزمالك خد فيها كل حاجة، خد فيها كاس مصر، خد فيها منطقة القاهرة، خد فيها منطقة كاس السلطانية، لحد ما عمل فرقة قوية وقابل النادي الأهلي سنة 42 يوم 2 يناير 1942 في حضور الملك فؤاد. الملك فؤاد حضر المباراة دي لحادثة تاريخية كل الناس تعرفها، وهي حادثة القصر، لما الخديوي لغى وزارة النحاس باشا وجاب النقراشي باشا، وليه بسبب تحويد المدفعية الإنجليزية للقصر للملك فاروق، ولازم الملك فاروق يتنازل عن الوزارة ويلغي وزارة النحاس وتعيين النقراشي لميوله للإنجليز. وقدر الملك فاروق إنه يخضع ليهم وشال النحاس باشا وأحضر نقراشي باشا. بناء عليه الشعب المصري زعل من ملك فاروق وغضب منه جدا. فكان الملك فاروق عنده اتنين، عنده احمد حسين باشا رئيس الديوان الملكي، ده ملوش الا في السهرات وليه في انبساط الملك، وكان معاه انسان محترم اسمه الشيخ المراغي كان بيدله دايما على الخير. فطلب منه ان يحضر حفلات لمنيرة مهدية لأم كلثوم بمطوشة الكورة، فأصدر قرار إنه هيحضر المباراة النهائية لمنطقة القاهرة يوم 2 يناير 1942. وفعلا حضر الملك فاروق، ودي صورة لحيدر باشا مع الملك فاروق يوم المباراة إن الزمالك هيقابل الأهلي في المباراة النهائية. وحضر المباراة أذهله لعيبة نادي الزمالك وسحقوا الأهلي 6-0 بأهداف محمد حسن حلمي، عبد الكريم صقر هاتريك. وهنقول لكم عبد الكريم صقر ليه معلومه صعب الاهلاويه يعرفوها او الزملكاويه. محمد حسن حلمي هدف، عبد الكريم صقر هدف، السحتمي هدف، وزقلت هدف. الثلاثه دول قدروا، الاربعه دول قدروا يغلبوا الزمالك الاهلي 6-0 في المباراه النهائيه لمنطقه القاهره، ويرجع الزمالك بلقب ليه عن طريق وزارة اسماعيل سري، ان يطلع منشور من اسماعيل باشا شيرين من الملك فاروق يصدر قرار بتعيين نادي الزمالك بإلغاء اسم المختلط واصدار اسم نادي فاروق الرياضي بقرار ملكي عن طريق ديوان رئيس الوزراء حسين سري عن طريق اسماعيل باشا شيرين. اصدر قرار ومرسوم رسمي ملكي ان نادي الزمالك نادي فاروق الرياضي سنة 42 يوم 17 يناير 1942، احتفالا بفريق عظيم زي نادي الزمالك قدر يهزم نادي الاهلي 6-0. وعبد الكريم صقر، معلومة اللي انا لسه قايل لكم عليها، هو اكبر لاعب
يعني اصدر اهداف وجاب اهداف في مباراة الاهلي والزمالك للفرقتين، جايب 19 هدف، 10 اهداف مع النادي الاهلي و9 اهداف مع نادي الزمالك. هو اكتر لاعب من الفرقتين احرز اهداف في الفرقتين، لا سيد ابو تريكه ولا حسام حسن، هو عبد الكريم صقر 19 هدف. هنقعد لحد كده لحد بطولة 42 بالفوز الساحق اللي عمره ما هيتكسر على مر العصور. حتى مباراة 6-1 اللي بتفكرني بيها ما قدرش يكسب بيها رقمي 6-0، فقدرنا ان احنا نكسب الاهلي 6-0 في المباراة النهائية سنة 42. في اللحظة دي هنقف علشان في سنة 43 حصلت ما يقرب كده من تغيير الوضع خالص للكرة المصرية بترك حيدر باشا رئاسة اتحاد الكورة لفؤاد سراج الدين. قعد سنتين من 43 ل 45. في الفترة دي كانت الدنيا كلها مبهجة بنادي الزمالك اللي لقب بملك فاروق، ودي صورة لعبد الكريم صقر وهو بتيشيرت نادي الزمالك بالملك فاروق، مكتوب على التيشيرت اهو فاروق من فوق. الصورة دي صعب ان حد يلاقيها، والصورة دي من ارشيف نادي الزمالك، اتشرفت بيه ان انا خدته. وفي طبعا تيشيرتات تانية، هنعمل حلقة عن تيشيرتات نادي الزمالك من الاول العهد 1911 لحد وقتنا هذا، ومن الشركات ان احنا اول نادي يبقى راعي ليه شركة لاصدار تيشيرت باسمه بمقابل مالي، كان نادي الزمالك سنة 1979. وهنشرح القصة دي في الحلقة القادمة. دمتم لنا جماهير نادي الزمالك، وبتأسف ان انا بتكلم بسرعة، بس انا من حب في نادي الزمالك بحب اتكلم كده. فعلى قد ما تقدروا تعملوا شير، تقدروا تشتركوا في القناة، تقدروا اي سؤال توجهوه لي اقدر اجاوب عليه. باذن الله هنكمل بطولات نادي الزمالك من اول موضوع ذهاب الاهلي الى اسرائيل وفوز الزمالك 6-0 سنة 1944. ده ملانا نادي الزمالك، نادي الوطنية والكرامة، اكبر قلعة رياضية في مصر.